عند زيارة القبور السلام على أهل الديار من المؤمنين سلامها أهل دار أهل كذا والمؤمنين هو المسلمين ويرحم الله اللهم حرسته المستقدمين كل الهرمرسي المستقدمين كل الهرمري ومنا إننا جامدة وأكون دنتي معنا والمستأخرين يكون الدمبيسي أو إذن أنا كل دنتي المستقدمين كل الهرمرسي والمستأخرين كل الدمبيسي أنا أو نو لبضوا الله حرسته بركة النبي يقول لبضي بودع عليه كنا بس ودع عيستي يجين ودع صلى الله عليه وسلم إنك زايدين كانوا ودعين وبانا يجين الدعاء باين مركا إن قبورها صالحين تأكدوا ودع عيسته والنبي بري مكان عليه الصلاة والسلام وإن أنه إن شاء الله إلهي مركي ودونه بكم هذيك الله يحقونه وأن نسوها ليلي وأن ندين مننا صحيح مسلم السجارة سيبغل تضباطي إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركا زيارة قبورته آب ودرتها وفربضتها وعندنا حتى بن عبيد الله الدلة ذو بدنتها ضل بن عبيد الله وحلا وري خرجنا وحنا بحنا يقول مع رسول الله رسول كان رعنا صلى الله وسلم عليه يريد النبي وحنا كسر على مركا قبور الشهداء بأحد قبور الشهداء أحد هذا النبي وحلا قاعد عليه الصلاة والسلام إنه أسف في قبور الشهداء أحدنا هذا تري حتى إذا أشرفنا على حرة واقب مركا مشيش واقب من الأمرين كسر بحنا قلنا وحن فلما تدلينا منها مركا كلا صني أنا كفر صني شيشة وإذا وقت قال قبور ممحية قبورات باباي أو تترن بانو مغضي المدينة دوغبين قلنا وحن يا رسول الله رسولك الله يوم أقبور إخبارنا ما ولا لها قبرية ضجع كون بامنين هذه التاني قالوا في قبور أصحابنا ما هو قبور أصحاب ثاني كون قلنا وحن فلما جينا مركا من قبور الشهداء قبور الشهداء أصحابته الشيء مكي هو الشهداء وأخوانته الشيء قال في هذه قبور إخواننا ولا لهم قبرية ضوكون ولا لهم شهدتها قبرية ضوكون نبقى كل قرن يدي يبقى كل قرن نبقى أكل شيء عليه الصلاة والسلام حديثك وحلا وجه النبي قبورها شهدة ورعنا وبحنا انظر سنن أبي داود لابد بقولي سداد يتون رقم كلاب صدق بقولي يكون يتضبع كتاب المناسك باب زيارة القبور وفيه دلالة صريحة على الخروج بقصد زيارة قبور الشهداء حديث كان وحو سعد وقيحية إنه النبي أبحي أو أصفر قبور الشهداء النبي أبان أرى عن يساق أبحي يريد قبور الشهداء أي عدين سا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بقصد زيارة القبور بعينها لمنزلة درجة دركة بالنبي قواري ويقتصد بها أي لقاس نقطي قبورها الشهادة وليست لأي تذكير بالآخرة نبي قول ما آذي كريه آخرها لقو خصوص هدو آذي انتهي قبورها بك سكوي بقوة خصوص مزيع يو عدار تهي ويا درجة عدار تهي وقو صفرين يا بركيس لبركيس سنة بقالو آذي يو شفل عدار تهي قبورها الشهادة قبورها كلا كوي بقيع بقى لغيمي والله صواب دافي كوي أنا هدنا سيد دافي كوي أنا واكوي وكوي أصحاب تهينا كوي ولا لهم واكوي شهادة دي بمركز شو آذي النبي عليه الصلاة والسلام وإلا هذيك كانت زيارة وحيانا لها لأقرب المقابر قبورها كو أدو بزيارة لها سكن نقولها قبورها كو أدو وبقيع كو يالي بزيارة لها في المدينة كو يالي قبورها مدينة كو يالي دحضة كو أدو بزيارة لها وفي لها بالقرض وشيتك لقلها أو تذكير كهيد أو مثلا لو قفوا واسدول تاقي لها صلى الله عليه وسلم عند القبور لما القبوري هراء كوباد صومري واسدول تاقي لها قبوري كوباد هراء يكون المقبورين ولا لهم با ما يكون أكوي أصحابتين ولا ضافين كواس يسدل تاجي لها بكوي عند القبور الأول التي قال فيها كوي ويدي قبور أصحابنا وقبور أصحابتنا والحديث حديث بكل معانيه لن كستون كفير النبأ صريح وحكو عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا إنه قصدي زيارة قبور الشهداء قبورها شهادة إنه سوى سيارته وراء حرة واقم تاسو كتا الله شيشة واقم قدر كذا تعالى إنه سوى زيارة وهي في طرف المدينة الشرقية من دكم بريء مقالة كتا وفيه رد حديث الرد ما كسر على ابن تيمية فرقته الوهابية ابن تيمية كوحدة الوهابية المقلدة له قلدتي سجع ابن تيمية قلدتي تقليدا أعمى تقليد إن لا قلد شيء إن لا ودجلا
بيسكغل فيه وحي مثيل يلام بمغليان حديث كصدق كانت يرميان أثر كستو النبي أصحاب كسكنا تام النبي كسكنا تذكر مغلي مايان ابن تيمية وحي لها محابده من مغليان يا الباني بدك دغه انت هذا كلام شيخ كستكان حافظ كستكان امام كستكان مذهب كستكان ما مغليان marka taqliid acmaa bay qabsadeen indha la'aan hay'ad sacama markii uu sheegtay ibn taymiya ana khuruuj in loo baxo aw safar ama in loo safro ila ziyaaratu quburaha siyaarashadooda in loo safro buu ama la aado xaraam waa xaraam buu wasdal wuxuu u daliishaday ala dalka xadiis khariji ka baxsan ba aan mawduuc wax laga hadlayo ka baxsan siyaarada xadiiska ka qaad ko ahay buu daliishaday وهو ما روي لغا وريه وي انا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لغا وريه قال وحو يدي نبغو لا تشد الله ما خيدو الرحال فرق الله ما خيدو معنى الله ما سفر وي الا مويه الى 3 مساجد 6 مساجد مويان المسجد الحرام مساجد حرمه له ومسجد هذا او مساجد مكه يو مسجد هذا مساجد تيغن او مدينه والمسجد الاقصى يو مساجد فوق او مسجد القدس 3 مساجد مويه مساجد كلا ما سفر وي حد معنيش ميل كلا ولا سفر ما معنو ابن تيمية وقال مالك الله صفره حديثنا محوك الله يا مساجد فضلك دير ما تشلوه يسدح يا مساجد وجاه مساجد كلا فضلك دير وسدح يا مساجد هاي ما تشلوه وصفر له هذا مسجد الله مساجد كان كنت كراه مساجد كلام قال هبلا ما كنت تكن يا مسافر كرتين ما في يعني الله صفر ولا معناه صدح لا مسجد وجاه مساجد مدينة والله صفر كراه مساجد كمكان والله صفر كراه كان قدس والله صفر كلام لكن مساجد كلا فضل ما داير كاربت كتك وي معنوه حديث مساجد كهلا يا ابو ku xasbaya qubuuro siyaarto qubuur u dirishadaysan ku xaraamay hada waa adoo yiraahda waa aqli xumo iyo cilmi darees ku beeray waa adoo hada yiraahda anoo hada ilaa ragii ma iman ilaa dameer mooyaan bay ka dhigata rag maxaa dameer isu keenay ma dameer ba rag laga soo sinoo karaa anoo ilaa ragii cidi kama iman ilaa dameer mooyaan anoo ilaa bay ka dhigata bal masaajid baa nin ka hadlay maxaa qabri keenay قبل ما يسوق الكريه هديو كفسروا ميل لما عادي كلام ده واحد نقول سوا لا عادي واقول يا عادي اباها عادي سفرها عادي حجها عادي علم برشها عادي جناسها عادي بنقول لها مركع حديث بنقول لها مركع تطلب من صدها مساجد ميل لما عادي نقول لها خاصنا معقول ما هذي حديث وكان يا مساجد سيد الروايه كانت تعبك صارتي لا ينبغي للمضي أن يشد رحلها إلى مسجد يبتغي فيه صلاته إلا هذه المساجد 3 موجات حديث صحيح صاحب صار لا ينبغي ما هبونه بالنبي للمضي قف كده بدوته أن يشد أن يروح الحلو رحلها ركضه إلى مساجد حق أورره ويبتغي دونيه في دحل صلاة إنه كسوت كذا إلا إلى 3 مساجد موجات 3 مساجد موجات حديث كان في الساعة بعدين مساجد بلغها اللي ابن تيمية أو قاطي إن اللي قبورها المس ياركرو ومالك لما أذكره marka waa jahad daafay kaas iska qalafeenayna wax diin oo oranay warni ma adkar ma jiro habeen walba nabigu suxuur walba u guuran jiray alayhi salatu wasalaam oo quburaha baqi caadi jiray وهذا الحديث كان معناه معنى واضح واسك عاديه عند كل من يفهم اللغه العربيه قف كسر اللغه العربيه فهميه واسك عاديه معنيش الا من طمس الله بصيرتهم ويان قف الهي بصيره دمس كدغي ويان وقلبي نورك الهي قدمي قلبك نورك إيمانك الله قاعد نورك بصيرة أو خلاهين وحنا فهم كريم مويان قلبك الله والمعنى معناه حوي لا ينبغي ما هبونا أن تشد إن الله يحده الرحال هرك الله يحده لا يجلس صلاة ضرت لوجوزه تكذو في مسجد المساجد ومن المساجد إلى كم ذا إلا مساجد إلى كم ذا إلا إلى هذه 3 سطح مويان معناه وسلا وسكعديه فلا مدخل له فيه لزيارة القبور مدخل بكم ما لك مسوق كريكتو لزيارة القبور قبور زيارة شديد ولا لزيارة غيرها من الأماكن هي زيارة ميل كلا ولا زيارته حتى مسوق كريكتو قبور اسكت أي حتى قف ولا زيارته رغم أنه يكرو حديث كان مسوق كريكتو من الأماكن ولا أشخاص أماكن لزيارته يا أشخاص روحية لصوص زيارتي من مسوق كريكتو ولا للخروج لدار العلم المدار الله بحنا مسوق كريكتو والله ما نكر الله بحكرو المدار لا أذكر أنا مسوق نقطته والتجارة يجنعس يباع مشتر ولا لغيرها من صارسة مباحتي سفرة بنانا ضن حديث كان من هيجيو في الشرع بنانا فما يستدل قفك أودري شنية بهذا الحديث كان على تحريم السفر إنه كو حرامية سفرك زيارة كو حرامية فهو لقباوته كاسي أحمق دقن مديسة وحمقه أحمق مديسة وعدم معرفة العربية
يوم عدي أقوام درها كهيس علم عربي لا كما قال وأروح يديو كله ما جاء الرجال رجي ما إيمان إلا الحمار دمر مويان ممكن إيه كاس ما جاء الرجال رجي ما إيمان إلا الحمار دمر مويان وقف دمر كسو استناد رجي ممكن إيه ما هذا دمر رجو كياني ساس كل كده جاي هذا ابن تيمية وحكوا هلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم كمون هلين في هذا الحديث كمان عن الغور أصلا قبل يوم وصل هذا القاضي كمان هلين ولا عن سائر الأماكن ما لك ولا كمان هلين المساجد هين وإنما تكلم عن المساجد مساجد مكان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تتفاضل إسلام وكان فضل بضنتها مساجد وكهلا فإن الصلاة إلا قلت كذا في المساجد مثل المساجد الثلاثة صدح الآن مسجد الحرام يا مكة يا مسجد المدينة ومساجد النبي قال يا مسجد القدسي صدح الآن مساجد لها فضل زائد على ما سواها من المساجد وين فضل الزائد وديرها وضطها مساجدك لو كيف ضبطتها وين معناه فضل ما ديرتها ولم ينهى النبي من نهيين صلى الله عليه وسلم عن السفرين لا سفروا إلى أي مكان آخر ما الكلام إلا سفر من أرض الله كم من نهيين ما لك من نهيين ولكن ساء وحهم هذا فهموا ابن تيمية فهم ابن تيمية وأتباعه رعياشس فجاءوا وحي اللي مادين بهذه الأباطيل باطل الله اللي مادين المكان الله تساسو يضحك أي كقصلان منها أيضا كل عاقل كل خص عقل لو كقصليه ولفظ مسلم وحها في صحيح باب لا تشدر حاله رك الله ما حيدو باب بأسمه الباب لا تشدر حاله باب كي أرني رك الله ما حيدو أما الله ما سفره إلا إلى 3 مساجد سدح مسجد مويه سداس مسلم فهم المسلم وين حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب بوي ورقم ككون صدح بقول يسقاشن لح أيوه مسلم وين حدثني أي حديث وري عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو وحي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدر حرك الله ما حيدو أما الله مسفره إلا إلى 3 مساجد صدح مسجد مويان مسجدي هذا مساجد هيجن ومسجد الحرام يمسجد كحرمضة لا مكة مساجد هيجن كان مدينة يكحرمضة لا مكة مسجد الأقصى قال الإمام النووي حوي الإمام النووي بحد شرحيا في شرح صحيح مسلم حكوي قوله النبي هذا الكسوي صلى الله عليه وسلم لا تشدر حرك الله ما حيدان كرو الله ما حيدو الله مسفره إلا إلى 3 مساجد صدح مسجد مويان مسجدي هذا مساجد هيجن ومسجد الحرام إيه مساجد كحرمضة له ومسجد الأقصى إيه مساجد القدس حديث أسايدي وفي رواية كمان ويدي ومسجد إيليا إيه مساجد القدس هكذا وقع سيدا صار بعضي ويدي النووي في صحيح مسلم مسلسل كفارتهون هالكم ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهو من إضافة الموصوف إلى صفته ومساجد وحي لصفين أو كل صفين له إضافية مسجد في حرمضة لها ولا شيء إضافية مسجد الحرام بالي المسجد المحرم وي مركا حرمضة لها الحرمي محترم أوكله وقد جاء سهرتها وحاب أن هي موصوف كإن صفته الله إضافيه النحويون الكوفيون والله النحوي نحوضة الراكوفة يا بني يبوي نما منوي وتأول المصريين وحكوا أولين على أن فيهم حذف وحباك حذفا بينهم تقديره حلو قدرية مسجد المكان الحرام مكان بقى مش مكانية مسجد المساجد المكان ماشي الحرام حرمضة له ماشي حرمضة المساجد كذي فلو قدرية بينهم مصريين كوفيين وحدهم وأساسا بنام مسجد الحرام اللي شو مساجد حرمضة لها اللي شو إضافيه وبنام بينهم مساجد حرمضة اللي ده مركان والمكان مكان الأقصى ومكان كشيء مكان مسجد الأقصى ومنه حكى قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي بجانب المكان الغربي يضنا وما كنت بجانب الغربي ماشي لنا غربيتك كان لنا هذا ماذا تشوفين قلبك أي المكان الغربي ونظاره كواس يقول الله مذهب النووي وأما إيليا كلمة إيليا وقدس فهو بيت المقدس وفيه 3 لغات أفصحهن فأفصحن وأشهرهن هذه الوقعت هنا إيليا بكسر الهمزة همزة اللي هصله والله من الله كان الله هصله إيليا وبالمدينة مدن إيليا أو ليها وتوفس حسن وثاني كذلك طلباتنا واسلاس كلاينا إلا أنه مقصور ولا مدينون إيليا بالنسبة ليه إيليا وثالث نحوي إلياء بفحل إياد الحفاظ إلياء اللي له وبالمدينة مدن إلياء صبح على لقاء صار رتيب نو والصمية الأقصى أقصى لو بحي اللي بعدي فوقانتيس من المسجد الحرام كفك المسجد الحرام مساجد فوقالا بيت القدس مركز النووي هذا الكسي وضع فيه هذا الحديث حديثكم حكوسكم
فضيلة هذه المساجد الثلاث صدح لها مساجد فضل جواب أياك سبحان حديث كلا يقات وفضيلة شدير الحال إليها إن هلك الله يحبه والله صفران إن يفضل ذاته لأن معناه وحوي عند جمهور العلماء علماء الجمهور كانوا سيقبان بوي النووي لا فضيلة كمسك نووي في شدير الحال هلك إن الله يحبه إلى مسجد المساجد والمساجد كم ذا وغيرها صدح غير كذا فضل ديرادك ما تشوف مساجد كلا لكن فضل اسمه ديرا لكن صدح فضل بيدين في المساجد دوي معناه هذا وين وقال الشيخ وحيدي إلى مسجد غيرها مساجد ولا سداسوي وقال وحيدي الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هل الشيخ لا خلطنا بيقولوا الشيخ أصحابته الشافعية كم ذا ابن تيمية ملاك هاشو حجني كان حجني ابن تيمية ولا جيبه تبتشوي وحيدي أبو محمد الجويني وحيدي يحرم وحرام شدور حالي هركب الله يحيد الله صفر إلى غير كذا صدق المساجد ما لها بالله بس كروم شيخ هاس ومين حكي له سفرين وما والله صغير ما عند ضارب له سفرين ما والله صفرية مين ولا لها لصوب وغنين سير مالك والله بس سفر ما قاعد سمي له سفرين عقله ما هي لا عقله مش كان شيخ هاس صدق المساجد ما مالك الله سفر كروي نووي مركب قبل وهو غلط بيقول وغلط اسكعب وغلط اسكعب وقد سبق وحصور مرتين بيان هذا الحديث كان عدين تيسي وشرحي قبل هذا بقليل إن يركهر بين صوم الرجل في باب سفر المرأة بين كوسو باب كسفر كان نعتو إن سفرته مع محرم قف محرم إن راعده من محارمته هذا إلى حج كان أوده يبغى غير كوسو مرة انتهى كلام النووي شرح صحيح مسلم كله مركا عرفتي ابن تيمية يسوي مسوا قادم لكن ابن تيمية مسوا قادم بينه لكن هو لو كوري هو مسوا قادم إنه كوري وعسى قال ويردي لها الشيخ محمد الجويني وكرر يردي وقال وحد الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره رقمك لواتنكم إيه صدح بقول إيه أفرتني الشام وحكوي حدثني المثنى قال حدثني سويد أخبرنا ابن مبارك عن إبراهيم بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله وحو أها يأتي كيتها قبور الشهداء قبل يضادي بيحد الأحد كويا اللي على رأس الحولي على رأس كل حول سنة والله مدحيس أيو تجي ما أنا سنة والله ماتيس أنا بلوجس مدحيس هذي اللي هو بلوجس سنة كون نقضو أيو آل تري نبو سنة والله بكوي ما أنا وزيارة سنوي يسمين تري الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول حرن تري السلام عليكم كركنا صالح أهاتي بما صبرتم ويا صبرتين صبرتين درتي نحرسي نبي نقول كركنا خواطو أجهاتي لو صبرتين فالنعمة وحنا نعمله ugu wanaagsan caqbad daari cirib dameedka daarta ay shaxna dameedkeeda daarta ay ku jirtaan jannadii cirib dameedkeeda ayaa u nimcale tiin u nimcale wuxuu yiri waa Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman radiyallahu anhu maana Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman sidaas sameyn jireen nabiga kadib sanad walba wax aadi jireen quburaha shahaadada marka sanadku koow yahay ay aadi jireen انظر تفسير ابن كثير جزء السدادات بقى بقول يصدني يسقال وقد جاء في الحديث وحكوت مويل ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء في الناس كل حوله سند ولو مدحس أن قبورها الشهداء آل شري فيقول رجل السلام عليكم إنه رجل السلام عليكم بما صبرتم فالنعمة والدار وكذلك أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر رصاصي أحيانا مركز زيارة السنة كأنه رجل إنه السنة كيف مرتقى إنه وسنة النبي يقول فارغ الدين صلى الله عليه وسلم سنة كيف والله النبي مربوط آل شري قبورها الشهداء سؤال شري يسوي كوا بقينا حبيب أبو آل شري habeen kasta guriga uu jooga Aisha la iyagu u dhawayeen baadi jir kuwa shahadadana sanadka uu baadi jir ibn sayyidina sana wuxuu waray kuwa badr sanadkii mar baadi jiray كل عام بسنين كان يأتي قبور الشهداء في أحد في كل عام ibn sayyidina sabab ku waray siiradiis iyaguna makay madina dhaxdooda ku taala badarna marka wuxuu barayay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo sunna nabadka quburaha muuminiinta la ziyaarto يومدي سبري صلى الله عليه وسلم والسنوي أو سنة مرة الدقيقة وكذلك أبو بكر وعمر انتهى انظر التفسير الطبري كثير جزء صديح صفحة بقول يافرتني له وأخرجه وحصوصر عبد الرزاق في المصنف فهم ككن لحكن يتطبق توم بكوري سنة عن شاهد بن أبي صالح بكوري به بهذا السنة ووصله البهقي بهقنا وحريري حديث في دلائل النبوة جزء صدحات لا بقول له من طريق موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا النبي وكري أبي هريرة وعن البيهقي حق عيسى أيوة نقله كسر الحديث كان ابن كثير
أيضا لقونا في البداية والنهاية كتابك البداية والنهاية بصورة لي جزء أفراد كونتن يكو ونقله الحافظ السيوطي في الدر المثور في التفسير بالمأثور حافظ السيوطي نوح كسر على الدر المثور في التفسير بالمأثور جزء أفراد بقول سقالات وعزاه وحكتري إلى ابن المنذر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك مرفوعا اسمه أنس بن كوري كيف أبو هريرة لقوري كان أنس بن لقوري وروى البخاري وحوري أفر بقول أفر كن أفر بقول يلبا وحكوري ومسلم وري لبا كن يلبا بقول يسعاشن لحم حكوري عن عقبة بن عمرو وحي كوريين